وصفتنا النهارده هنعمل مع بعض الليفت. انا جايبه لكم الليفت علشان كلنا طبعا في شهر رمضان بنعمل مخللات، فعايزه اوري. طبعا انا مش بعلم الكبار احنا بنتعلم منهم، بس انا بعلم البنات اللي مش بيعرفوا يعملوا الحاجات دي. وانا عندي اصدقاء ليا طلبوا مني ان انا اعمل لهم الليفت علشان هم عرايس ومش بيعرفوا يعملوا المخللات دي ويظبطوا الملح والحاجات دي. طب يلا بينا بقى نشوف خطواتنا. اول حاجه عندي الليفت لازم اغسله الاول. بصوا بيبقى مليان كميه تراب وطين كتير جدا. لازم انا ده عايزه اقول لكم حطيته في الميه بقالي يجي 3 ساعات. تمام. هو بس انا نسيت يعني عشان انا كنت عايزه اختصر الوقت. المفروض ان دي بتبقى كده. تمام. اول حاجه بنعملها بعد ما بنغسله كويس جدا كده بنجيب معلقه خل، معلقه ملح، وبنحط ميه تاني وزي عقمناه يعني. تمام. بعد كده بجيب السكينه وهو لسه سليم كده بقطع الحته دي كده. تمام. وباجي بقى هنا دي لو عندنا المبشره دي، بصوا نعمل كده اهي، بتسهل عليكي كتير جدا. لو مش موجود عندك المبشره دي بتقطعي عادي بالسكينه كده بالشكل ده. مش عارفه هو واضح ولا لا. تمام كده بنقطع بالسكينه عادي جدا. انا مش عايزه افصل الفيديو علشان اصدقائي طلبوه مني ان انا اوضح كويس جدا. بصوا بعد ما عملناها بالشكل ده كده بنبدا ان احنا نقطع الحته دي كده، وبعدين بقطع بقى شرائح. بقى بينا نشوف خطوه التقطيع. بصوا انا قطعت كميه كبيره علشان اختصر في وقت الفيديو اهو. بس عايزه اقول لكم بنقطع ازاي. بنجيب كده، عندك اختيارين. شايفه الجزء اللي تحت ده، يا اما بتعملي كده طبعا. تمام. يا اما بالشكل ده يا اما بتاخدي عادي بالسكينه كده وبتقطعي برضو بالشكل زي البطاطس كده. الجزء ده في ناس بتحب تاكل الجزء ده. طيب هل ده بيتاكل؟ بناخد منه السليم بس، يعني بقطع كده اهو شايفين. للي حابب، في ناس بترميها كلها مش بتحبها، بس انا بقول للي حابب، للي عايز الطرف اللي تحت ده بناخد منه السليم. وما نحطش طبعا اللي هي بتبقى شمخه. يعني ايه شمخه؟ يعني بيبقى وانتي بتقطعيها كده بتلاقيها صعبه التقطيع. ده طبعا بيتغسل تاني. بصوا انا غسلته كتير جدا، بس بصوا الاتربه والتراب بعد ما غسلته خلاص كويس جدا. طبعا احنا نخليه لونه بيبقى لونه احمر او بامبي. ازاي؟ بنجيب بنجرايه. انا هنا جايبه بنجرايه كبيره وبنقطعها شرائح كده. ما بنغسلهاش وهي مقطعه علشان اللون بتاعها بيقعد يعني بنفقد منه جزء كبير. فاحنا هنعمل كده بنقطع بقى تقطيع عشوائي كده مش مهم. الملح اول حاجه. انا عندي 5 فصوص توم، 5 فصوص توم كبار. عندي 3 معالق ملح كبار، يعني 3 معالق بالمعلقه كده مليانين على الاخر. وعندي 3 معالق اكل برضو بس يكونوا ممسوحين. وعندي نص كوبايه خل، وعندي ميه. تمام. لكن انا جبت قد ايه؟ لفت جبت كيلو ونص. اول حاجه هنعملها هنحط ال3 معالق ملح، هنقلب كده بسم الله، وبنحط الثوم ونقلب تقليبه كمان. بنسيبهم قد ايه؟ بنسيبهم ساعتين. بنسيب وبعد ساعتين بصوا بدأ ان هو يدبل ازاي. كان الاول مالي الطبق. بصوا نزل ميه عامله ازاي. بس الفيديو يكون واضح اهو. مقدار الميه بقى، واحط ال3 معالق ملح الممسوحين، وهنحط نص كوبايه الخل وهنقلب كده
كده كله في بعضه تاني. ونجيب بقى بطرمان عشان نحط فيه، او ايا يكن بقى هتحطيه في، بس اهم حاجة تكون حاجة يا اما ازاز يا اما بلاستيك، بلاش حاجات اللي هي المعدن. والعلبة دي هبدأ ان انا كده يكون خلص معانا مخلل اللفت اللي هيطلع معاكي طعمه مقرمش. اللفت بنبدأ ان احنا ناكل منه بعد 3 ايام. انا كده قلت لكم كل بالظبط اسراره اللي بتخليه يطلع مقرمش. وطلبوا مني الفيديو ده. احنا حاطين على الكيلو ونص 6 معالق ملح، 3 معالق كبار، 3 معالق اكل مليانين رشيناهم على اللفت، و3 معالق حطيناهم في الميه والخل اللي هو المحلول الملح اللي احنا حطيناه. بعد 3 ايام بصوا بقى المخلل بتاعنا بقى عامل ازاي. تعالوا كده نطلعه في طبق. بصوا العروق اللي كانت فيه دي، شايفين قرمش جدا جدا. كل حاجة مظبوطة جدا، السوا بتاعه مظبوط. ده طبعا بعد 3 ايام يعني طلعته وفتحت عليه. كل حاجة فيه الملح بتاعه مظبوط. عايزة بقى تقللي درجة اللون الاحمر ده، تقللي البنجر، بدل ما تبقى بنجرية وسط او كبيرة تاخدي بنجرية صغيرة. التوم مديله طعم رائع. انا بعمل بقى حركة كده بعد ما بسيبه شوية على على رخامة المطبخ او تحطيه على الحوض كده. بتسيبيه اول يوم وتاني يوم وتالت يوم بدخله التلاجة، بيطلع يا جماعة كريسبي قوي 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 وطعمه حكاية. وبكده تكون خلصت وصفتنا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناة اعمل لي سبسكرايب علشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.